ازيك يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا بقى يا حبايبي، هنعمل مع بعض النهارده شويه محاشي كده خطيره. هنحشي النهارده ان شاء الله مع بعض شويه كوسه بقى حلوين كده، وهنحشي كمان فلفل وكمان ورق العنب. بص يا حبايبي، في الاول خالص انا بجيب الكوسه دي وبغسلها واحده واحده كده تحت الحنفيه على طول، تحت الميه الجاريه، عشان لو واقف عليها ولا حاجه رمليه تنزل على طول تحت الميه. خلاص. وبعد كده يا جماعه انا بجيبها اقورها، انا بشيل طبعا الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت كده من الكوسه. وطبعا بقعد اقورها بالمقوار كده يا جماعه، وخلي بالكم علشان ما تتخرمش منكم. تيجي تقوروها بالراحه كده. خلاص. انا هنا كنت بشيل هنا بقى الجزء كده من فوق ده، انا بحب اشرشر الكوسه كده من فوق بالمقوار العادي، بالجزء المشرشر كده اللي في المقوار. وهنا بقى بحب اجيب هنا برضو المقوار الحلزوني، عشان برضو اللي بتحب تقور بالمقوار الحلزوني ده برضو ممكن بيبقى جميل، برضو بيبقى حلو قوي في الكوسات التخينه اللي بتبقى مليانه لحم، بيبقى حلو فيها برضو. وبعد كده شايفين ما شاء الله عليه بينضف الكوسايه جدا من جوه. وبعد كده برضو انا بشرشرها من بره كده، بتديلها شكل جميل قوي يا جماعه. شكلها حلو قوي. بقول لكم اوريكم هنا، يعني ما ينفعش يا جماعه نيجي نقور الكوسه، يعني نقعد نقور اللحم بتاعها كده كله من جوه، لا. اما تيجوا تقوروها يعني سيبوا شويه منها من جوه كده، عشان وانتوا بتاكلوها تحسوا انه فيها لحم. خلاص. انا كده بقور معاكم كده الفلفل. طبعا هنا بجيب هنا بالسكينه اللي هي الفلفله اللي ملهاش عين دي، فبقورها كده بالسكينه. خلاص. يلا هنا بقى يا حبايبي نسبك كده بقى للمحشي بتاعنا الجميل بقى. هنعمل بقى شويه تسبيكه خطيره تحفه جدا. طبعا انا حاطه هنا بقى شويه سمنه بلدي وشويه زيت. خلاص كده على النار. بسيح انا هنا سمنه بلدي كده، وبنزل عليها يا جماعه بالبصل. انا فرمه كميه بصل حلوه كده في الكبه، باخد نصها طبعا في التشويح، والنص التاني طبعا انتوا عارفين انا بحب احطه على الخلطه بتاعه الرز. خلاص. بحب احط بقيه البصل الني كده على الرز، بيديله نكهه تحفه. انا هنا كده كنت بشوح هنا البصلايه كده، واول ما اول ما تدبل كده على طول انزل عليها على طول بفلفله خضراء. انا بحب الفلفل الاخضر جدا يا جماعه في التسبيكه بتاعه المحاشي، بيبقى بيدي طعم تحفه. طبعا بقى اللي حابه تحط سبايسي تحط براحتها، مفيش مشكله. طبعا بقى معايا كده بتاع 4 فصوص توم كده ولا حاجه. طبعا بقى خلطه محاشي يعني بالفص التوم ده يا جماعه بيديها نكهه حكايه. اللي بيحبش يا جماعه يحط التوم يجربه هيحبه جدا. وبحط هنا كده شويه كده كده برضو كزبره ناشفه. كانوا اخر شويه. بحب احطها جدا برضو على البصله كده والتومه. اول ما ريحتهم تطلع بقى على طول كده بقى انزل عليهم على طول بالطماطم. دي طماطم يا جماعه انا ضرباها في الخلاط. طبعا بقى انتي بتعملي على حسب الكميه اللي عندك من المحاشي. خلاص. ما شاء الله كانت الكميه ما عندي حلوه. هنا بقى كنت بحط هنا الفلفل الاسمر، وبحط كمان شويه كده من الكمون، وطبعا الكزبره الناشفه احنا حطيناها في الاول. خلاص. بجيب هنا برضو 3 ورقات كده من اللورة. وبحب يا جماعه برضو فعلا احط حبهان، ولكن برضو الحبهان كان خلصان عندي. طبعا يا جماعه بقى ورقه اللورة دي تدي للصلصه نكهه حكايه، مع الكزبره الناشفه بقى والتومه تحفه. خلاص. كنت هنا انا بجيب هنا بقى معلقه صغيره كده من السكر. طبعا بقى معلقه السكر دي حلوه قوي يا جماعه في الصلصه. طبعا انتوا عارفين بقى الحموضه بتبقى جميله جدا، حلوه قوي يعني الصراحه. بسيبها هنا طبعا بقى الصلصه تتسبك. طبعا بقى لما الصلصه بقى تتسبك، هنا بجيب هنا بقى الميه كده بحطها على النار، وبعصر عليها كده نص ليمونه. واول ما الميه تغلي بنزل بقى على ورق العنب. انا مش عامله كتير النهارده ورق عنب، يعني ده كان ربع كيلو ورق عنب. خلاص. عشان انا طبعا حاشيه كوسه وفلفل، عشان الكميه متبقاش كتيره قوي. حتى برضو الكوسه اللي انا كنت مقوراها كلها برضو مش كلها اللي انا سويتها الصراحه برضو، لانها تبقى كتيره جدا، فانا عملت شويه وشويه كده. خلاص. انا هنا بقى بسيب يا جماعه ورق العنب ده لمده كده 10 دقايق كده ولا حاجه على النار يتسلق. خلي ايديكم فيه على طول كده، عشان طبعا خلي بالكم الورقه ما تنهريش منكم. واول ما تطلعوها على طول بقى تنزلوها تحت ميه ساقعه، عشان الورقه توقف السوا بتاعها. خلاص. عشان ما ينهريش بتاعكم منكم يا جماعه، وخلي بالكم من الحاجات البسيطه دي. دلوقتي بقى بعد ما حطيت بقى ورق العنب طبعا تحت الميه، انا بحط هنا حبايبي اللحمه. انا هنا بسلق لحمه. انا بحب اسلقها، مش بحب احط في الحله خالص ماده دهنيه، انا بعتمد على الدهون اللي في اللحمه. وبنزل هنا بقى على طول يا حبيبي بشويه هنا بقى بهارات معايا، طبعا فلفل اسمر وشويه جوز الطيب، وطبعا بقى لورا وكبابه صيني، وطبعا تحطي انتي بقى شويه برضو حبهان كده،
خلاص دي كلها بقى منكهات للحمه بتخلي ريحتها تحفه جدا. وبحط هنا طبعا هنا ايه بصلايه، انا مقطعه بصلايه وفلفله خضراء. حابه تحطي طماطميه بقى براحتك، انا ما حطيتش الصراحه. وبحب ايه اقعد اشوح فيها كده على النار لمده مثلا ايه 5 دقايق كده ولا حاجه، على ما ايه ما اغليلها الميه. انا كنت هنا بغليلها ميه في الكتل. طبعا على الميه بقى ايه ما تغلي كده في الكتل كنت تكون ايه اللحمه اتشوحت كده على نار هاديه شويه. خلاص وبنزل عليها كده على طول بقى ايه بالميه السخنه. لازم طبعا يا جماعه تكون ميه سخنه، ما ينفعش تبقى ميه ساقعه. خلاص دي حاجات من الاساسيات معروفه كده يعني في اللحوم. اي لحوم لازم نزود لها ميه سخنه على طول. هنا بقى طبعا كنت بجيب لها معلقه صغيره كده من السكر عشان تسرع من سوى اللحمه. وما شاء الله يعني اللحمه دي كانت صغيره ما كانتش بتغيب في السوا يعني الحمد لله. وهنا بقى ايه بسيبها تستوي. وهنا كنت سلقه هنا ايه ورك كده صغير كده، عشان عندنا واحده كده يا جماعه ما بتاكلش اللحمه. خلاص. هنا بقى كانت اللحمه هنا في المرحله دي كانت 3/4 سوا. طبعا بقى ايه لازم بقى احط لها الملح بتاعها. ما ينفعش نحط الملح في بدايه السوا بتاع اللحمه عشان خاطر ما تغيبش يعني ايه في السوا. خلاص انا بقى ضفت لها الملح. ملحي طبعا بقى زي ما انت عايزه وبسيبها تكمل السوا بتاعها. هنا طبعا كانت الصلصه بقى اتسبكت. خلاص كده بتاعت الصلصه، شايفين الصلصه يا جماعه جميله ازاي. طبعا بقى سيبها تتقل كده خالص، ما ينفعش تبقى فيها ايه ميه، بسيبها تتسبك حلو جدا. طبعا انا كنت هنا بقى بدور على ورق اللورة عشان احنا حاطين 3 ورقات من اللورة كده في الصلصه. كنت هنا بشيلهم. خلاص طبعا انا غاسله بقى الرز، طبعا ده رز مصري انا غسلاه. وهنا بقى بقيه البصل اهو يا جماعه اللي كنت بقول لكم عليه في الاول. انا بضيفه بقى كده بقى ايه على الخضار كده بقى والصلصه، وبضيف هنا بقى الرز. هنا كنت ضفته خلاص. وبحط هنا بقى ايه شويه كده من الملح. واحط كمان شويه صغيرين كده برضو من الفلفل الاسمر. وشويه من السبع بهارات. وتقلبوا يا جماعه بقى الكلام الجميل ده كويس جدا كده مع بعضه. البصله النيه بقى كده يا جماعه بتديله نكهه تحفه. طبعا هنا بقى ايه حطيت شويه كده طبعا من الزيت. تخلي بقى الرز يفرفر كده بقى يا جماعه جوه الكوسه وورق العنب، يا سلام قمر. خلاص وبقلب هنا بقى ايه كده كويس جدا. هنا بقى جينا بقى يلا نحشي. انا كان معايا الصينيه دي اللي بحشي فيها الكوسه والفلفل. انا حاطه في الارضيه بتاعتها طماطم وبصل وفلفل اخضر واعواد كده من الكزبره والشبت اللي انا كنت مقطعاهم. تمام. وهنا بقى ايه بحط بقى الكوسه عليهم. خلاص يا جماعه الخطوه دي حلوه جدا. اللي مش حابب يحط مثلا الخضار اللي انا مقطعاه في الصينيه ده يحط قلب الكوسه مفيش مشكله خالص. يعني التقوير مكان الكوسه عادي. دي او دي عادي، بس انا بحب الخضار ده بيدي يعني للكوسه نكهه حلوه قوي. تمام. هنا بقى بحشي طبعا هنا ايه الكوسه والفلفل. ويا جماعه مش بنحشيهم للاخر، بنسيب فيهم عقله من فوق كده زي ما بوريكم. ليه؟ عشان خاطر طبعا الرز هو بيستوي طبعا بيتمدد جوه الكوسه والفلفليه عشان خاطر ما يخرجش بره الحاجه يعني. خلاص ما يغرقلكوش الدنيا رز. انا هنا كنت خلاص خلصت الكوسه. يلا نحشي هنا بقى ورق العنب. بصوا بقى حبيبي انا بجيب هنا ايه دبس الرمان. طبعا بقى ورق عنب يعني دبس رمان وليمون. دي حاجه اساسيه كده عندي. خلاص انا معايا هنا كمان هنا ايه طبق كده صغير انا مقطعه فيه كده ليمون. انا هنا كده حبايبي خلاص كنت حطيت هنا كميه كده حلوه. يعني قولي مثلا 3 معلق كبار كده ولا حاجه من دبس الرمان على الخلطه. وبقلب الخلطه كده كويس جدا جدا. ومعايا هنا حله صغيره دي حاطه فيها بصل وفلفل اخضر. وهحط عليها دلوقتي شرايح الليمون اللي انا قطعته ده. الليمون ده يا جماعه بقى بيدي للورق العنب مزازه تحفه. بيبقى طعمه جميل قوي الصراحه، وخصوصا بقى كمان دبس الرمان. يا وعدي بقى على حله الورق العنب الخطيره دي تحفه. بصوا بقى حبيبي انا كده بقى ايه هحشي معاكم ورق العنب. إيه دي بقى احنا طبعا لما نيجي نحشي ورق العنب بنحشي على اليمة يا حبايبي الخشنة. طبعا انتوا عارفين ان ورقة العنب لها يمة خشنة ويمة ناعمة. فلما نيجي نحشي الورقة بنحشي على اليمة ايه الخشنة على طول. خلاص زي ما انتوا شايفين كده ايه بحط بقى الرز كده في النص. وبحشي كويس جدا والاطراف كمان ورقة العنب. الورقة كده من الجناب بدخلها برضو كده في النص وانا بحشي. خلاص من المهم جدا يا جماعة ان الورقة لازم تكون متماسكة في ايديكم وانتوا بتحشوا. هوريكم دلوقتي. بحط هنا برضو ايه شوية كده رز في النص. وبلف كده الورقة وبجيب الاطراف بتاعتها كده ايه وبجمد الصباع كده زي ما انتوا شايفين كده جامد وانا بلف. ما ينفعش الصباع الورق العنب يبقى مفشفش كده معاكم. علشان وهو بيغلي كده على النار هيتفك منكم. لازم تجمدوا على الورقة كويس جدا وانتوا بتحشوها. خلاص انا معايا هنا يا حبايبي كده ايه زي 3 معالق كبار كده من الصلصه ديت يا جماعه. الصلصه اللي احنا سبكناها مع بعض من شويه انا خدت منها كده 3 معالق كبار صلصه كده. وبحطها طبعا ايه على الشوربه دي، شوربه اللحمه اللي احنا عاملينها من شويه. طبعا انت بتظبطي بقى ايه الملح التمليحه بتاعه الشوربه طبعا.
وبحط هنا بقى ايه، ازود طبعا المحشي. الصلصه دي يا جماعه بتدي للمحشي طعم تحفه، جربوها تحبوها قوي. خلاص، انا هنا ايه بزود كده ورق العنب. طبعا احنا ما بنغرقش بقى ورق العنب من الشوربه، لا طبعا. انا هنا بحط كده واحده واحده الشوربه، وبهز كده الحله، بشوف هل هو هيحتاج تاني مني ميه، قصدي شوربه ولا لا. خلاص، انا هنا برضو كنت هضيف له هنا برضو شويه صغيرين. بصوا يا جماعه، لازم الصفه الاولى كده بتاعت ورق العنب تبان مني، ما ينفعش ايه يعني املاه قوي ميه علشان خاطر الرز ده ما تعجنش من جوه. انا كده هنا خلاص، هنا بقى ايه، كده زودته حلو قوي. انا بعلي طبعا عليه النار. اول بقى يا جماعه ما يتشرب بهدي عليه جدا. وطبعا الكوسه انا بشربها برضو هنا بالشوربه دي. لازم يا جماعه برضو ايه هشربها لحد نصها كده، ما ينفعش اغطيها كلها، عشان طبعا الكوسه وهي بتستوي بتنزل برضو ميه، عشان برضو ما تعجنش منك، لحد نصها كده وكفايه. برضو بعلي عليها لحد ما تغلي، وبعد كده اهدي عليها خالص تكمل بقية سواها. هنا كانت ما شاء الله كانت الكوسه عندي هنا استوت، بدخلها الفرن بقى تاخد وش. هنا كانت شويه الممبار دولت كانت بقى مني شويه خلطه، فقمت حاشيه كده شويه ممبار كانوا متبقيين. بس حبايبي، انا هنا بقى كان هنا وقت الفطار خلاص، كان الاذان هنا خلاص اذن. انا هنا بوريلكم بقى الورق العنب هنا الخطير كان لسه بيبخر. ولقيت ماما بقى عملت كده شويه ملوخيه وانا بحشي. فاجئتني بيهم الصراحه. والكوسه الخطيره بتاعتنا بقى، والفلفل الجميل، والممبار بتاعنا، كان اجمل فطار. متنسوش بقى يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناه. مع السلامه.